سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا يا رب لاباس. مرحبا بكم في قناتي. جيت اليوم باش نحضر معكم غريبيه الورقه بشكلها الجديد، يعني الشكل تاعها على شكل دمعه، يعني الشكل تاعها رائع والمذاق اروع. وقبل ما نبداو بتقديم الوصفه تاع نهار اليوم، ما تنساوش البنات تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. في الوصفه تاع نهار اليوم واش نحتاج؟ كما راكم تشوفوا هنا البنات انا عندي 3 كيلو تاع فرينه. الكاس تاعي البنات هذا انا يهز 150 غرام، يعني عندي 450 غرام تاع فرينه. عندي كيلو ناقصه اصبع تاع سمن ولا زبده ذايبه. انا استعملت زبده وكنت ذوبتها خليتها بردت، نحيت الحليب هذاك ودرتها وحنفيضها بالزيت. عندي مغرف تاع لافاني ومغرف تاع ملون هذا ابيض، ملون غذائي ابيض. وعندي هنايا خليط بين الماء وما زهر، وبلا ما نساو قرصه الملح. ودرك حنبداو على بركه الله. كما راكم تشوفوا هنا انا جبت الاناء تاعي، انا هنا سبقت وحطيت قرصه الملح. واش راح نحط البنات؟ حنحط قلت لكم عندي 3 كيلو تاع فرينه البنات. انا الفرينه تاعي كنت نخلتها من قبل. بسم الله حنفرغها هنا. كما قلت لكم البنات عندي مغرف تاع لافاني، مغرف كبيره هذه تاع الاكل. وعندي مغرف تاع ملون غذائي هذا ابيض، هذا باش تجي العجينه تاعنا هنا تجي بيضه. ودرك البنات حنعمل هنا حفره في النص. عندي كما قلت لكم هنا عندي كيلو تاع سمن، انا كنت ذوبت زبده وحطيتها ما درتش السمن. حنفيضها البنات حنكملها بالزيت. كما راكم تشوفوا هنا عندي كيلو غير اصبع تاع سمن كنت كملتها بالزيت. بسم الله. ودرك حنبسس الفرينه تاعي، يعني حندخل السمن مع الفرينه مليح قبل ما نلوح الماء وما زهر. وكما راكم تشوفوا بعد ما دخلت يعني الكيس تاعي مليح في الفرينه، انا درك حنبدا نضيف الماء وما زهر. قلت لكم هذا عندي هنا خليط بين الماء وما زهر، حنضيفه بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه. كما راكم تشوفوا البنات هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا اللي تحصلنا عليه. ما تكونش البنات يابسه بزاف، وكما ما تكونش يعني كما نقولوا مرخوفه. درك البنات انا حندلكها شويه هنا على طاوله العمل. حندلكوها شويه برك يعني مده تاع 5 دقائق، ومن بعد نحطها في داخل كيس بلاستيكي ونخليوها تربوزي. يعني البنات باش تحصلوا على نتيجه مليحه اذا تخليوها تبات يعني خير وخير، واللي ما عندهاش الوقت تقدر يعني تخليها من فوق من زوج سوايع حتى الفوق. المهم على كل ما يعني تربوزي العجينه كل ما تعطينا الطعم في الخدمه. ودرك البنات كيما راكم تشوفوا انا حنحطها هنا داخل كيس بلاستيكي ونخليها تربوزي تقريبا واحد 2 سوايع. ودرك نجي نحضر معاكم الحشوه تاعنا. وللحشوه البنات كما راكم تشوفوا هنا انا عندي كيلو تاع كاوكاو. على الكاوكاو تاعي البنات انا شلته يعني منزوع القشر، واذا كان شلتوه بالقشور تاعو يعني حمصوه ونحيو القشر تاعو. انا حنحمصو نحطوه داخل الكيلو تاع الفرن تاعي وحنحطو يتحمص. البنات الكاوكاو تاعي هذا انا حنحمصو مليح، مي ما نحرقوش يعني حتعسوه، بصح خليوه يتحمص طول يعني مليح حتى ياخذ اللون يعني طول قهوي. وكما راكم تشوفوا البنات انا حمصت الكاوكاو تاعي. شوفوا هذاك اللون اللي خليته خضر، يعني انا ما حرقتوش، خليته يعني كما نقولوا بالاحمر مليح، حمصته مليح. درك البنات الكاوكاو تاعي انا راهو دافي ماهوش بارد. درك حنرحيه خاطرش بغيتو يتعجل لي. حنجيب كما راكم تشوفوا هنا العبوب تاعي حنحط فيه كميه ديال الكاوكاو. بسم الله. وحنرحيه. بسم الله. وكما راكم تشوفوا البنات انا رحيت الكاوكاو تاعي، دوك نعاود نرحيه للمره الثانيه. هذه اللي رحيته المره الاولى خاطرش بغيتو يتعجل لي. كما راكم تشوفوا البنات انا هنايا عندي السكر، عندي الميزان تاعو كنت وزنته عندي 350 غرام تاع سكر. عندي سكر عادي حبيبات، بصح البنات انا حنعاود نرحيه هنا في الروبو. كما تقدروا تستعملوا سكر رطب عادي. خاطش البنات كي ديروا هكا يعني حر ساعات اخرين تحسوا هذيك الغزغزه هذيك في الغريبيه تاعكم. مالا انا حنرحيه.
الحشوه البنات انا باش يعني نقول لكم تختاروا واش راح نحط فيها. حنخلط مع الكاوكاو تاعي كما راكم تشوفوا هنا. عندي كميه من حلوه الترك، ما تكثروش البنات بزاف هكا باش من بعد ما تخرج لكمش من الحشو. وعندي فرينه كنت حمصتها كما راكم تشوفوا هنا، خليوها تاخذ اللون هذا البني برك، يعني ما تحمصوهاش بزاف باش ما تجيكمش المروريه في الغربيه تاعكم. وعندي هنايا قال تقدروا تستعملوا، هنا عندي هذه زبده دايبه ولا تقدروا تستعملوا الزيت. درك حنرحي السكر تاعي بسم الله. ودرك كما راكم تشوفوا البنات انا رحيت السكر تاعي اللي قلت لكم هو 350 غرام. واللي بغات تستعمل بالكيله البنات تستعملوا 3 كيلو تاع كاوكاو مطحون بكيله ناقصه اصبع تاع سكر. السكر هذا عادي اللي كنت رحيته قدامكم. درك انا حنخلط السكر تاعي مع الكاوكاو بسم الله. حنخلطهم مليح وحنضيف لهم البنات قلت لكم عندي هنا كميه من حلوه الترك. يعني هذه الاضافات هذه حلوه الترك والفرينه البنات يعني هذه اختياريه. حنضيف كميه كما قلت لكم البنات حلوه الترك ما تكثروش، باش لو كان تكثروا من بعد كي تجي طيبوها حتخرج لكم يعني حيخرج الحشو تاعكم. كما راكم تشوفون انا حطيت كميه قليله برك. حنخلطها مع الكاوكاو والسكر حنخلطهم مليح. ودرك حنعاود نرحيهم. ودرك بعد ما خلطتهم البنات انا حنعاود نرجع نرحيهم مره اخرى هكا باش نحصل على عجينه، خاطرش انا بغيت الكاوكاو تاعي هذا يتعجن لي. حنحطو بشويه برك البنات ونرحيه. ودرك البنات انا حنبدا نرحي ويعني ومن بعد نضيف القليل. قلت لكم تقدروا تضيفوا زبده ولا سمن. قلت لكم البنات انا الزبده تاعي هذه كانت دايبه بغيت نستعملها. تقدروا تستعملوا في بلاصه الزبده تقدروا تستعملوا سمحوا لي الزيت بسم الله. درك كيما راكم تشوفوا البنات شوفوا هذاك يعني الكاوكاو تاعنا كيفاه تعجن كيفاه ولا. درك البنات انا حنفرغوه هنا في الصحنه هذه ومن بعد نكمل نرحي بقيه الكاوكاو اللي عندي. ومن بعد البنات نجي نقول لكم شو هو الدور تاع الفرينه هذيك اللي حمصت. درك البنات انا حنكمل نرحي بقيه الكاوكاو اللي عندي. وكما راكم تشوفوا البنات دوكا انا كملت يعني رحيت الكاوكاو تاعي. شوفوا القوام تاعو البنات كي ترحيوه ما ترحيوهش لدرجه حتى يولي سائل وما تكثروش الزبده بزاف، يعني ضيفوا بالكميه قليله برك حتى تحصلوا على القوام. كما راكم تشوفوا هذا القوام هذا الشكل يعني هذا هو القوام تاعو. درك البنات انا هنا عندي كما قلت لكم فرينه محمصه كنت حمصتها. شوفوا هذاك اللون اللي خداتو ما تخليوهاش تحمر بزاف هكا باش ما تعطيكمش المروريه في الغربيه تاعكم. حنضيف كميه قليله برك تقريبا واحد المغرف ولا 2 مغارف ونعجن بسم الله هكا. يعني ملي كان الحشو تاعها يعني جاها يعني جاري كما نقولوا تضيف الفرينه برك حتى تحصل يعني على حشو متناسق. كما راكم تشوفوا البنات انا هكا حنعجن بيدي. ودرك البنات هاني عاودت لي درت كما راكم تشوفوا البنات هنا العجينه تاعي انا درتها يعني على شكل كويرات صغار كما راكم تشوفوا. درك حنص كويره من هذا. والحشوه تاعي البنات انا درتها كما راكم تشوفوا هنا درتها على شكل حرابش. الحربوش تاعنا البنات لازم يكون رقيق ما يكونش خشين بزاف. كما راكم تشوفوا يبان في الصوره خشين بصح هو رقيق. حنحلوا العجينه تاعنا بسمك رقيق. حنستعمل قنوط بسم الله. كما راكم تشوفوا البنات انا حليت العجينه بالسمك رقيق. قلت لكم البنات حلوها بالسمك رقيق. ودرك هنا حنديروها على شكل مستطيل حنحيو بالزوائد هذا. البنات الزوائد هذو اللي شيتو من بعد حنجمعوهم ونزيدو نعاودو نديروهم كويره ومن بعد نخدمو بهم. يعني محناش حنرميوهم حنستغلوهم حتى هما. كما راكم تشوفوا البنات انا قصيت العجينه تاعي على شكل مستطيل. حنجيب قلت لكم عندي هنا حربوش تاع الغرس حنزيد الرقيق فيه خاطش هنا اول شويه خشين.
البنات الحربوش تاعكم لازم يكون يعني يكون الحشو تاعو لازم يكون كيما نقولوا كي نحربشو يكون متساوي هكا باش يجونا الحبات الكل قد بعضاهم، يعني ما تجيش حبه خشينه وحبه رقيقه. ودركا واش راح نديرو البنات، حنرجعوا العجينه على الحربوش تاعنا بالشكل هذا كيما راكم تشوفوا بوسط سكين. ولا انا هنا عندي كتار البنات، لازم هنا باش نقصوا الغريبيه تاعنا لازم يكون الموس تاعكم حاد. انا استعملت الكتار هذا مدايرته يعني سبيسيال للطبخ. دركا البنات كيما راكم تشوفوا حندور العجينه تاعي، حندير دوره ونص كيما راكم تشوفوا. هذه الدوره الاولى. في النص البنات الاخر انا حنستعمل بياض البيض، حنستعين به باش يعني تخفي لي مليح. هذه نص دوره. دركا انا حنقص دركا البنات حنحاولوا نقفلوا هنا مليح، وين يعني حطينا بيض البيض في الاسفل، حنحاولوا نقفلوا بالوسط الاسفل بهذا الشكل هذا، وحنردوا شويه هكا برك. البنات لازم هذا الخط هذا وين قفلنا لازم يكون اسفل الحبه، هنا في الاسفل ما نخليوش من الفوق كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات الحربوش تاعنا كيما قلت لكم هو رقيق يعني ماهوش خشين. دركا البنات حنبداو نقصوا، حندير 13 نخط، يعني حندير 12 والخط 13 انا حنقص فيه يعني باش تجي الحبه تاعنا مليحه كيما راكم تشوفوا. بسم الله حنحيو الساع هذا. دركا حنحسبوا نديرو 12 و13 نقص فيه. بسم الله 1 2 3 4 5 وهذا 13 انا حنقطع فيه. شوفوا البنات الحربوش تاعنا واش راح نديرو دركا، حنجيو هنا ونضغطوا البنات كيما راكم تشوفوا بوسط الاصابع هذو، حنضغطوا هنا في الاسفل بالشكل هذا وندوروا هذه الجهه هذه تجينا هنا. دركا حنزيد نرجع بنفس الطريقه هكا، وهذه الجهه هذه حنجبدها تجي هنا. حنقرب لكم الصوره هكا البنات. هنا انا حنستعين بيض البيض باش نقفل، حنحط هنا قليل من بيض البيض وحنجمع الاطراف كيما راكم تشوفوا بالشكل هذا. شوفوا البنات كيما راكم تشوفوا البنات ونضغطوا هنا بالشكل هذا. دركا البنات العجينه الزايده ولا الحشو هذاك الزايد اللي حنديرو بشغل على شكل دمعه، حنحيو الزوائد هذوك هكا باش نشكلوها يعني على شكل دمعه تجينا دمعه. شوفوا البنات الحبه تاعي كيف خرجت، يعني هي سهله. انا حنحطها هنا كيما راكم تشوفون. انا عندي صينيه هذه حطيت لها قليل من الفرينه، حنحط فيها الحبه تاعي بهذا الشكل هذا. نحاول نخلي الفتحه اللي ديما في النص نفتحوها. دركا البنات انا حنزيد ندير معكم واحده اخرى حبه اخرى. قلت لكم البنات عندي هذا الحربوش تاعي هنايا حندير 12 نخط والخط 13 حنقطع فيه هكا كيما راكم تشوفوا. الحبات يعني جاوني ملاح، ما جاوش كبار بزاف وما جاوش صغار. كيما تقدروا ديروا 11 نخط يعني نتوما واش بغيتوا. بسم الله هذا الخط الاول. كيما راكم تشوفوا البنات، شوفوا يعني كيف قسمتها. حنوريكم هكا قلت لكم قدرت 12 خط والخط 13 انا قصيت فيه. قلت لكم البنات حنجيو بوسط الاصابع هنا يعني الاصبع هذا وهذا، حنضغطوا هنا في الاسفل بهذا الشكل هذا. حنضغطوا هكا بهذا الشكل هذا، نجيبوا الطرف هذا هنا، حنرجعوا بنفس الطريقه ونضغطوا هنا، نجيبوا هذا هنا. ومن بعد البنات حنحاولوا نجمعوا الاطراف، حنجمعوا هذا مع هذا. انا حنستعمل قليل بياض البيض كيما تقدروا يعني ما ديروش بياض البيض يعني اذا قادره تلصق لكم هكاك. وحنضغطوا هنا كيما راكم تشوفوا بالشكل هذا. درك البنات اذا كان خرج لكم يعني الحشو ولا باش تحصلوا على دمعه قد حنحيو الزوائد. ونعاود نعدل الحبه تاعي. شوفوا البنات هذا الشكل اللي تحصلت عليه، يعني هو شكل ساهل. شوفوها شكل سهل. ومن بعد يعني في النتيجه النهائيه يعني صدقوني غير حاجه شكل تاعها رائع. حنحطها هنا في داخل صينيه العمل كيما راكم تشوفوا بالشكل هذا، ونحاول نعاود نسويها. البنات واش راح نقول لكم، انا حنكمل الكميه اللي عندي كامل نخليها. البنات هذه الحلوه تاعي اللي خدمتها حنخليها تبات ليله كامله باش تحكم الفرن تاعها يعني قبل ما نطيبها. واللي كانت يعني ما بغاش تخليها تبات ليله كامله، على الاقل ماكسيموم فوق 2 سوايع ولا 3 ومن بعد تطيبها. درك البنات انا حنكمل الحبات اللي عندي ونعاود نولي لكم.
ودركا البنات كيما راكم تشوفوا انا كملت من التشكيل تاع الغريبيه تاعي. انا الكوزينيير تاعي شعلتها على درجه حراره 180 درجه. حنروح نحطها طيب البنات جيست ما نشوفها صفرت من تحت برك، لازم نخليوها تبقى بيضه. جيست ما نشوفها صفرت من تحت حنحيها ومن بعد نجي ندير معكم التزيين. ودركا البنات جينا لمرحله التزيين كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما طابت الغريبيه تاعي وتم البنات لازم يكون يبقى يعني الطياب تاعها يبقى ابيض كيما راكم تشوفوا. شوفوا الطياب تاعها من انا جيت ما خليته صفار برك ونحيته كيما راكم تشوفوا هنا. انا البنات انا حندير التزيين قدامكم يعني كل وحده مرة ديما قلت لكم كل وحده يعني الطريقه تاع التزيين تاعها وكل وحده واش توفر عندها. كيما راكم تشوفوا هنا انا عندي هاد لاجولي هذه يعني حنحطها انا باش نلصق بها. كيما راكم تشوفوا هنا عندي هذا الورد هذا المجفف، وعندي هنايا كميه من الكاوكاو كنت حطيت لها ملون غذائي اخضر هذا يعني باش يولي العجب البيستاش. وعندي هذا البريو هذا البنات، وعندي الورقه الذهبيه يعني هذا اللي توفروا عندي حنزين بهم البنات. انا هاد لاجولي اللي ما توفرتش عندها تقدر دير يعني تستعمل العسل برك. حنحط كميه كيما راكم تشوفوا هنا في الداخل باش يلصق لي يعني البيستاش تاعي. وحنحط هنا يعني ما ندهنش الحبه تاعي كامل. حنحط كميه هنا برك باش نلصق بها الورد بالشكل هذا. قلت لكم البنات انا هنا عندي كميه من الكاوكاو كنت حطيت يعني ملون هذا ملون غذائي هذا اخضر يعني باش يولي لي على شكل بيستاش. حنحط هنا كميه في النص بالشكل هذا. كما راكم تشوفوا. وقلت لكم البنات عندي هذا الورد هذا المجفف حناخذ كميه منه يعني حنحطه يعني بطريقه عشوائيه برك بهذا الشكل. وعندي قلت لكم البنات هنا هذه الورقه هذه الذهبيه حناخذ طرف منها وحنحطه هنا يعني في الوسط. وعندي هذا البريو هذا انا حنوزعه الحبه تاعي. كما راكم تشوفوا البنات حنحط كميه قليله برك بهذا الشكل هذا. وهنا كما راكم تشوفوا البنات انا عندي الكيسات هذه الورقيه وعندي الدونتير. غنهز الحبه تاعي حنحطها انا بداخل الدونتير كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات تاعي الحبه تاعنا كيف خرجت شوفوها ما شاء الله. حنزيد ندير معكم البنات حبه اخرى. وتكون البنات هذه الغريبيه تاعي كما راكم تشوفوا انا الطياب تاعي يعني خليته ابيض. عندي هنا كميه من لاجولي ولا العسل تقدروا يعني تعوضوا لاجولي بالعسل. حنحطه هنا في الوسط وحنحط هنا يعني كميه قليله هنا باش تلصق لي الورد هذا المجفف بهذا الشكل هذا. عندي لكم هذا يعني كاوكاو انا كنت حطيته يعني ملون اخضر. حنحط هنا في النص كميه قليله برك بالشكل هذا. نحاول نسويها ما تقدروا تحطوا البنات هنايا لوزه يعني ولا اي حاجه. انا توفر عندي هذا حطيته. عندي لكم هذا الورد هذا المجفف حنحطه بالشكل هذا. وقلت لكم البنات عندي هنايا هذه الورقه هذه الذهبيه حناخذ منها قطعه وحنحطها هنا. وعندي البنات هذا البريو هذا السلك هذا خشين حنوزعه على الورده تاعي. وهنا البنات لكم عندي لي دونتيل والكيسات حنحط البنات حنحط الحبه تاعي هنا وحنحطها بداخل الكيسه. شوفوا الحبه تاعنا كيف خرجت. وفي الاخير البنات كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي للغريبيه تاعنا اللي خدمتها معكم. صدقوني غير الشكل تاعها رائع والمذاق اروع. نتمنى يا رب انكم تجربوها وتنجحوا تنجحوا فيها. وفي الاخير واش راح نقول لكم اتهلاو في رواحكم والى وصفه اخرى باذن الله.